بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة مع آية الله علي أكبر مهرجاني. وفي هذه الحلقة سنتناول أهم شيء عند الشيعة، شيعة علي بن أبي طالب، وهي التمسك بأهل البيت. ولكن هناك ملحوظة مهمة جدا يا إخواني، هو ان احنا بنضحك وبنتعرف على عقائد الشيعة الإمامية الاثنى عشرية الرافضة، نتعرف عليها في قالب كوميدي جميل مع الفنان الكبير محمد الأضرعي. اتفضلوا. فهذا يدل على أن كل الأحاديث تتكلم على الثقلان. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. الثقلان أو كتاب الله وعترتي أو كل الأحاديث الموجودة في السنة وفي كتب السنة أيضا وفي الروايات الذي تصب إلى مصب واحد، وهو التمسك بالعترة، كتاب الله وعترة. كذلك أهل البيت اللي هم مصطلح دار الكساء. سلمة تريد تدخل، قل ما أقبال، ما تدخل، ذولي أهل بيتي فقط فقط فقط، تريد تدخلهم معهم. ومعنا اتصال. الو، السلام عليكم. اهلا وعليكم السلام. طبعا يا اخواني، جميع الاحاديث او يعني معظم الاحاديث اللي فيها مناقب آل البيت ستجدونها في كتب السنة، وهم ياخدوها من كتب السنة وياخدوا احاديث ضعيفة ويقولوا صحيحة وينسجوا عليها الروايات والأكاذيب. لا يتبعون منهج أهل السنة والجماعة في تصحيح الأحاديث أو قبول الأحاديث أو رفضها. حتى القرآن سنده كله من أهل السنة، مش عندهم هم خالص يعني. تعال نشوف أول اتصال معاه ونرجع نعلق عليه. السلام. سلام الله عليك يا مولانا. وعليك سلام. معي سؤال محيرني. تفضل. ليش لحظة، هل تعلم أن السجاب عندما يتوفى يموت؟ لا. تفضل. أبكيتني. تفضل. لماذا لا يوجد آية في القرآن الكريم تقول تمسكوا بآل البيت؟ ما بش. إيه موجود أكيد، لكن أنت تحفظ القرآن؟ لا تحفظ. تمام. وأنا لا أحفظ، إذا لا داعي لللف والدوران. موجودة أكيد الآية، أين؟ لكنها تفسر عندكم تفسير ثاني وعندنا تفسير آخر. ما هو فعلا كثير جدا من الشيعة لا يحفظون القرآن ومعمميهم بالذات، ويعني أعتقد أنهم زي النصارى كده لا يحفظون كتابهم. فيعني أعتقد أن هذه المسألة مهمة جدا، لا يحفظون كتاب الله، ما عندهمش سند للقرآن الكريم. طب فين القرآن؟ يقول لك القرآن بتاعكم مش عارف فيه إيه. طب فين القرآن بتاعك؟ يقول لك في السرداب مع المسردب. يعني خلينا نسمع فعلا ليه ما ذكروش آل البيت يعني في القرآن؟ يعني لم يذكر آل البيت في القرآن على الإطلاق، مش مصطلح آل البيت، لا، يعني بأسمائهم الذين هم يقولون، خصيصا بأولاد الحسين رضي الله عنه. طيب. فإن لم تفعل فما أنا كنت حافظ. لا والله هي موجودة، أنا برسلها لك على الخاص بعدين. الله يحفظك يا سيدي وعيد. نعم. فنحن نقول أن هذا الأحاديث موجودة في كتب السنة، رواها البخاري ومسلم والألباني. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. معك أحمد الشامي. أهلا يا أحمد. كيف حالك؟ حياك. أنت سني أم شيعي؟ أحمد الشامي الاسم مبين يا سيدي. يعني أنت شيعي؟ نعم. لأنه في فرق بين الشيعة والسنة. الشيعة هم الذين يحبون الحسن والحسين وآل البيت. السنة الذين يحبون الصحابة ويحبون الرسول. تفضل. الحديث الذي ذكرته يعني تركت فيكم ما نعم، حديث صحيح. حديث ضعيف وربما مكذوب ولا ليس له أي أساس، لا في البخاري ولا في مسلم ولا عند الألباني ولا غيره. هذا حديث مختلق ويناقض القرآن ويناقض السنة ويناقض صحيح القرآن وصحيح السنة. شلق. فنقول أنه من أحب آل البيت دخل الجنة، ومن أحب آل البيت دخل الجنة،
ومن أحب آل البيت دخل الجنة، ومن أحب دخل آل البيت فهو حار. كيف تحب لك واحد من أحب كلام فارغ. على العموم نرجع إلى موضوعنا وهو التمسك بآل البيت. تركت فيكم ما أن تمسكتم به، فيجب علينا جميعا أن نتمسك بآل البيت، نتمسك بهم سواء الحديث ضعيف أو صحيح، يجب علينا أن نتمسك بهم. ومعنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. من هم آل البيت؟ آل البيت هم آل البيت، يعني هذا السؤال. هل يوجد لديهم؟ لحظة يا هل قد أنا جاوبت على السؤال؟ آل البيت رجاء المصور إلى المخرج هدوء. آل البيت هم الآن الموجودين هم بني هاشم، بنو هاشم هم آل البيت. البعض يقول أن آل البيت هو الإمام علي والحسن، حياك الله، هذا زمان. الآن كل الهواشم الموجودين هم آل البيت، فهذا السؤال هو من هم آل البيت. نعم. طيب هل كل بني هاشم دلوقتي يقولون أنهم من أهل البيت؟ هذا كذب يعني. أهل البيت طيب الهواشم كتير جدا يعني، فيهم الصالح والطالح تتمسك بدول كلهم يعني؟ مش فاهمين والله الحكاية دي أصلا إيه يعني. تفضل كملوا. الهواشم كلهم صالحين؟ هل آل البيت كلهم صالحين؟ نعم. لا، هذا مش معقول، لأنه مش ممكن أن الناس كلهم صالحين. لا تستوي أصابعك. تفضل. ليسوا كلهم صالحين. ولماذا تريدنا أن نتمسك بهم؟ صرعه، عصر جبهته، عصاه يا مصور. هو فعلا أن نقول له سؤال ثاني، لأن هذا السؤال ابن إذا تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. تمسكوا به إذا كانوا صالحين أو فاسدين، تمسك به يا أخي، صالح أو فاسد. يعني الحديث عموم تركت فيكم ما إن تمسكتم به كتاب الله يا هو سنتي، وما يقول لك لو عترتي أهل بيتي، اتمسك بيهم الله، مش مشكلة صالح ولا طالح، ما هي بقى خلطبيطة بزراميط يعني أي حاجة في أي حاجة، ما هو دين البزراميط يعني. كمل يا معرجاني. فالتمسك به وذنبك عليه، إذا كان فاسد تمسك به وصالح تمسك به، لأنه ذنبك عليه. لا غلط، لا تمسك بالصالحين، أما الفاسدين لا نتمسك بهم. لا شيء ما يا مخرج. لببت يا مخرج. على العموم نتكلم عن الهواشم والتمسك بهم. ومعنا اتصال. السلام عليكم. أهلا وعليكم السلام. أنا أشتي أتمسك بآل البيت. يا سلام، هذه هي الاتصالات الصحيحة. تفضل. تمسك بهم، تمسك بهم، فإن التمسك واجب وخيرة أهل البيت في الهاشم الأجمي. طيب بس بمن نتمسك؟ بالهاشم الاثنى عشري. على فكرة هو قال الكلمتين دول على وزن ايه؟ إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت الرقص، عشان خلي بالكم يعني. أما الهاشمي الزيدي، أما الهاشمي الحنبلي، أما الهاشمي الشافعي، أما الهاشمي الصوفي، أما الهاشمي الأخواني، بمن؟ عليك رحمة الله، ما قال الغراب بقبق وما قال الهدهد. صحيح. يعني احنا يا اخوانا بنعرض العقائد اللي عندهم يعني ايه بقالب كوميدي يعني، او هو اللي بيعرضه يعني. لكن صحيح يعني تمسك بني هاشم، يعني هاشم حتى الهاشم المصري ولا الهاشم اليمني ولا الهاشم انهي فيهم بالظبط يعني، تمسك بني هاشم. وبعدين ده بيتكلموا على المذاهب بقى، الحنفي ولا مش عارف الصوفي ولا سبحان الله فعلا يعني حاجه كده يعني بطيخ يعني بطيخ. وما قال هذه الأسئلة من أين تمشعوها؟ مش أنت تمسك هل تعلم أن السنجاب عندما يتوفى يموت؟ وهل تعلم أن الأرنب من الحشرات؟ ولا ما تعلم؟ خاطركم أنا هذا الحلقة لم أحببها من البداية. ومعنا اتصال. ألو. أهلا. مهرجاني. حياك الله. وحشتني. يجب أن تتمسكي بآل البيت. أنا أول ما يجي الجنس اللطيف معاه يضحك. ليه؟ متمسكة بك أنت وبس. عليك لعنة المليح الدجال. مدري ليش ارتاح لما أشوفك وأسمع صوتك يا مهرجاني.
أنا اللي بالنسبة لي أنا أعزف عن هذه الأشياء، أنا عازف وأنا حصور عن هذه المواضيع التي تتكلمي، فموضوعنا هو التمسك بآل البيت. طيب وهل التمسك بآل البيت من النساء والرجال ولا الرجال بس؟ التمسك بآل البيت يعني كامل، يعني سواء الذكور أم الإناث يجب علينا أن نتمسك بهم. طيب وليش ما تتمسك به؟ هل أنت من آل البيت؟ أيوة. على السحايب. يا مخرج، الله لا وفقك ولا طرح لك بركة، الله لا وفقك. ومعنا اتصال. الو. أهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. حلقتنا هي التمسك بآل البيت، أي معناها أن احنا نوصلهم للحكم، معناها أن لا يحكمنا غيرهم، معناها أنهم هم الأصل والفصل ونحن إلا أتباع. أيوة، يعني وهذا اللي أنتم توصلوا ليه. ما هو؟ نتمسك بآل البيت علشان تستولوا على الحكم وتستولوا على البلاد وتاكلوا الثروات وتاكلوا الموارد يعني تشلوا كل شيء. هذا الدين. أعجبك تسلم هكذا؟ أهلا وسهلا. يعني الآن أنت الشيء تقنعني إن الحوثيين اللي هم آل البيت إنهم ناس صالحين. نعم. أشمن صالحين والله إنهم سرقوا وطرقوا وسكارى. حتى لو هم سرقوا وطرقوا وسكارى وقتلوا فهم يعتبروا من آل البيت، أي هم هذا هو الدين الإسلام. إذا أعجبك الإسلام ما شيء خرجت لك للنصراني. دجالين يا مخرج يا مخرج يا مخرج قفل، يا مخرج قفل، هذا فضحنا. الله يلا. حق المواطنين بدنهبوا الدولة بدنهبوا العباد على أبدكم الله إياكم من ابنك بتضحكوا على الناس بهذا يا مخرج يا مخرج يا مخرج. ونصل إلى نهاية هذه الحلقة. إذا تحب آل البيت ارسل 666 إلى الرقم 44. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى هنا أعزائي المشاهدين نصل لنهاية هذه الحلقة، وكما رأيتم وسمعتم أن كل هذا اختلاق موضوع الولاية والإمامة كله من أجل السيطرة على البلدان وخيرات البلدان، وحتى عندهم عقيدة أنهم بيخربوا البلدان عشان يهيئوها للمهدي المنتظر اللي هم بيقولوا أنه هيجي يعني ينشر العدل وكذا. فهذا هو مبتغاهم، وهؤلاء هم صنيعة اليهود في الحقيقة، وليسوا على دين الإسلام على الإطلاق. لا يوجد مسلم يطعن في القرآن الكريم ويقول بأنه محرف، لا يوجد مسلم يطعن في زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد مسلم يطعن في الصحابة ويكفرهم على الإطلاق. فهذا يعني إن شاء الله نعدكم به حلقات أكثر ونعلق عليها. إلى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.